بسم الله الرحمن الرحيم. الحضور الكريم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. حقيقة حضوركم يشرفنا، وحضوركم هذا نور مجالسنا، فأنتم اليوم على موعد مع أحدث الفعاليات وأرقى الحوارات وأبرز أنشطة جمعية مناظرات تونس. وبالمناسبة أريد أن أحيي كل أعضاء جمعية مناظرات تونس، وكذلك أثمن كل مجهودات ومساعدات بلدية صفاقس على كل المساهمات والمساعدات التي تلقيناها منها. نلتقي اليوم مع أول مناظرة فكرية يحوم موضوعها حول قضية محورية شغلت التونسيين من قبل الثورة، وازدادت المسألة تعقيداً وعمقاً بعد الثورة إلى يومنا هذا. قبل أن أتلو على مسامعكم نص هذه القضية، وقبل أن أشرح، أريد أن أستشهد بمقولة للمناضل الكبير فرحات حشاد في خطابه الذي قال فيه: أحبك يا شعب. قال: أحبك حين تبحث وتكثر البحث عن مجرى أمور بلادك وسير قضيتك، وحين تنتقد، وحين تصيح، وحين تغضب، وحين تدبر. وأحبك حين تدافع عن مختلف النظريات التي تخطر ببالك في سلوك السياسة العامة، وحين تفسر وتستجوب وتناقش وتحاسب، ولكنك تترك النزاعات جانبا عند الشدائد وتنسى التشاكس عند العواطف. موضوع مناظرتنا هذا هو بالأساس حول الاتحاد العام التونسي للشغل في واقع البلاد وتأثيره على المشهد الاجتماعي والسياسي الحالي، ومدى تأثيره قديما وحديثا في الواقع الراهن الذي نعيشه اليوم. هذا الموضوع بالذات نجده قد شغل العديد من الفئات الاجتماعية والمجتمعية، وطرح العديد من السؤالات والتساؤلات، وتعددت حوله الآراء والمواقف، وتباينت فيه الأفكار بين مناصر ومهاجم، وبين مثمن لدور الاتحاد وبين مستهجن، وبين مؤيد ومعارض. أيها الحضور الكريم، وحتى لا أطيل عليكم سأسرد عليكم نص هذه القضية، أي قضية المناظرة التي سيتناظر حولها كل من الضيفين المتناظرين، وهو كالآتي: يعتقد هذا الحضور أن الاتحاد قد نجح في إنقاذ البلاد. أعيد عليكم نص المناظرة وقضية التناظر. يعتقد هذا الحضور أن الاتحاد قد نجح في إنقاذ البلاد. في المناظرة نضع القضية بطريقة تجذب النظر لنجعلها قابلة للتناظر، ولا يعبر عن القضية بأي حال، نص القضية بأي حال من الأحوال، عن قناعات المنظمين أو المشرفين، وإنما هو فقط يعبر عن قناعات المتناظرين. قد تكون صفة المناظرة بالإثبات أو النفي، وسيكون دور المناظر أو المتناظر الموالي هو إثبات صحة موقفه من القضية، بينما يكون دور المتناظر المعارض معارضة موقف الطرف الأول الموالي وإثبات عكس ذلك. قبل أن نبدأ بمجريات المناظرة، أطلب من الجميع شاكراً غلق هواتفهم الجوالة أو وضعها على الصامت،
حتى لا تؤثر على تركيز المتناظرين وخطاباتهم، كما أرجو منكم المحافظة على الهدوء التام أثناء خطابات المتحدثين. وأود الإشارة أن دوري هنا سيقتصر فقط على رئاسة الجلسة وعلى إدارة الحوار بين كلا الطرفين. والآن يسرني أن أدعو المتناظرين وأرجو منكم جميعا الترحيب بهما بما يليق، وأبدأ بدعوة المتناظر الأول وهو السيد الهادي بن جمعة، كاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس. كما يسرني أيضا أن أدعو المتناظر الثاني المعارض لهذه القضية لأخذ مكانه على المنصة، وهو السيد اسكندر رقيق، رجل أعمال وخبير اقتصادي، فليتفضل. بعد تجهيز الركح المهيئ للمناظرة نعود بعد دقيقتين إن شاء الله. شكرا. عدنا من جديد. هنا التركيز في أعلى ذبذبات التركيز، الكلمات تتدافع، الحضور الركحي يشتد، والجمهور في توقد أيضا لسماع هذه المناظرة الفكرية، وكذلك المتناظرين. الآن بصفتي كرئيس هذه الجلسة أدعو هذه الجلسة إلى الانعقاد لكل من الطرفين، السيد اسكندر رقيق وهو الطرف المعارض، والسيد عبد الهادي بن جمعة الطرف الموالي للقضية. أذكر بنص القضية هو كالآتي: يعتقد هذا الحضور أن الاتحاد قد نجح في إنقاذ البلاد. قانون ومجرى هذه المناظرة سيكون على 4 جولات. الجولة الأولى سيأخذ كل متناظر 7 دقائق لشرح الفكرة ولتقديم الحجج الخاصة به. ثم يعني الأول السيد عبد الهادي بن جمعة، ثم 7 دقائق للسيد اسكندر رقيق، ثم 3 دقائق حق الرد، ثم بعد ذلك نتوجه إلى الجمهور، وسنأخذ من هذا الجمهور الكريم 6 أسئلة فقط. فدوركم أنكم إذا عندكم بعض الأسئلة تجهزوها وتحضروها لمسألوها على كلا الطرفين المتناظرين. ثم نمر إلى 2 دقيقة في الختام، لكل طرف 2 دقيقة حتى يلخص هذا الموضوع في ختام هذه المناظرة. والآن باسمي وباسمكم أتشرف بدعوة السيد عبد الهادي بن جمعة لأخذ مكانه على المنصة للإدلاء بآرائه حول هذه القضية، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. والله باش تحرجني، احنا ما تعودناش نلتزموا برشا بالوقت راهو في الاتحاد، لأن قضايانا متعدة ومتشابكة على كل ما تحسبوهمش عليه هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بدء لابد لي أن أحيي النخبة الشابة من أبنائنا ومن شبابنا على المبادرة هذه والتكوين الجمعية هذه، ونتمنى لهم إن شاء الله التوفيق والنجاح. نحيي الأخ المتناظر معايا والأخ اسكندر، ونحيي الحضور. وبصراحة فاجأتوني، وراني ما دعيت حتى حد من الأخيان من الاتحاد، ولا راهو كان المسرح توا معبي. على كل نخليوها لفرصة أخرى، وني نشوف عديد الوجوه النقابيين حضروا، وتحية لهم وتحية لشبابنا وطلبتنا الحاضرين. اخواني، انا فقط حب نلاحظ ملاحظة
لماذا موالي ولماذا معارض؟ تسمية لماذا اختيرت تحت عنوان المناظرة هذه تحت عنوان موالي ومعارض لقضية لم يختلف فيها شعبنا، وقضية شعبنا كله توحد لمسألة شعبنا كله توحد حولها. فأنا مراش روحي موالي لأني أنا في خضم القضية والموضوع، ولماذا يدعى صديقنا بأنه معارض؟ فماذا سيعارض؟ هل سيعارض أن البلاد وقع إنقاذها؟ هل سيعارض أن هناك بادرة كانت جريئة وجريئة جدا من طرف الاتحاد العام التونسي للشغل، وكانت على أثر قرار عن الهيئة الإدارية الوطنية التي انعقدت في شهر جويلية، والتي كانت بالحق معناها مبادرة جريئة وجريئة جدا، لأن كانت جاءت في وقت عصيب على أثر اغتيال الشهيد محمد البراهمي. وبهذه المناسبة أترحم على أرواح شهداء ثورتنا وعلى روحي الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي، مناضلين شكري بالعيد ومحمد البراهمي. وتعرفون أن البلاد بعد الاغتيال السياسي الأول المرحوم شكري بالعيد وبعد الاغتيال السياسي الثاني لمحمد البراهمي معناها كانت على قاب قوسين أو أدنى من أنها تدخل في دوامة كبيرة، وكانت تدخل إلى حد حتى بعضهم معناها دعا إلى العصيان المدني وهناك وبالطبيعة وتيرة الإرهاب ارتفعت وبلغت معناها درجة من الحدة. وهنا لا بد لنا كمناضلين في الاتحاد وكاتحاد عام تونسي للشغل هالمنظمة العتيدة، المنظمة الوطنية اللي عند تأسيسها إضافة إلى ما قدمته من شهداء خلال الحركة الوطنية، وتعرفوا معناها شهداء نفيضة، تعرف شهداء 5 أوت، دفعت فاتورة غالية وهي الشهيد فرحات حشاد من أجل الوطن، من أجل إنقاذ الوطن وتحرير الوطن. إذن فكان لابد لنا، وهذه بدفع من هياكلنا النقابية وبدفع من منخرطين النقابية، من منخرطين في الاتحاد اللي عددهم عدد الانتساب له الاتحاد تزايد بصفة مهولة بعد الثورة، لأن تيقن المواطن التونسي والعامل التونسي والتوانسة أن ملاذهم الوحيد والآمن هو الانتساب للاتحاد، وكما قلنا التظليل تحت مظلة الاتحاد. وتقدمنا بطلب بالمبادرة، وكانت مبادرة ما كانتش خارطة طريق في بدايتها، كانت مبادرة لتجميع الفرقاء السياسيين ولتكون المبادرة أقوى وفعلها أكثر، وربما تلم حولها معناها أكثر قوى فاعلة في البلاد. في ظل ما كانش خير من أنه أفضل من أنه تكون فيها رابط حقوق الإنسان وحماية المحامين. وبالطبيعة شاركنا على الساحة الوطنية في الشأن الاقتصادي هو اتحاد الصناعة والتجارة، لأن الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة الأولين اللي هما حسوا بدرجة معناها التدهور الاقتصادي وربما الكارثة اللي مش تحل بالبلاد ومش تحل بالشغالين وبالاقتصاد التونسي. فهل الأربع منظمات الكبيرة في البلاد يظهر لي هما في بداية المرحلة من أكثر ناس تقدر على شمل التوانسة والفرقاء السياسيين. ثم نقول أنه بعدها
تطور موقف الاتحاد، تطور موقف الهيئة الإدارية. لأن في بداية طرح المبادرة ما لقيناش تجاوب كبير من بعضهم اللي ما يراش وأن هذا دور الاتحاد، واللي يشكك في دور الاتحاد الوطني، واللي أراد عنده خلفية أنه لماذا الاتحاد، وتجاهل وتناسى دور الاتحاد في الثورة وفي إضفاء الصبغة الشعبية على الثورة. صحيح لا أحد يمكنه أن ينكر أن الثورة اندلعت في المناطق المحرومة من داخل الجمهورية، من سيدي بوزيد، من القصرين، من تالم، من رقاب، من غيره، ومن الحامة، من المتلوي، من قفصة، من غيرها، من بن قردان إلى غير ذلك. لكن من أضفى ما زلت ما قلت شيء. شكرا سي عبد الهادي. ما زلت ما قلت شيء. لكن اللي دعيتني باش نتناظر من أجله ما محتواه ما وصلش. مازال عندنا الوقت، عندنا 3 دقائق اخرين نرجعوا ان شاء الله. تفضل. شكرا. هنا أشكر وأحيي المتناظر الأول والمتكلم الأول في هذه المناظرة، وأدعوه كذلك مجددا إلى الالتزام أكثر بالوقت، فالوقت محدد في هذه المناظرة. والآن أدعو إلى الطرف المعارض لهذه القضية السيد اسكندر قيق ليأخذ مكانه في المنصة، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بمناظري النقابي الإصلاحي سي عبد الهادي بن جمعة، والذي يعتقد أن منظمته هي الفارس المغوار الذي أتى على فرس أو حمار أبيض لينقذ البلاد والعباد من ثورة كشفت كل عورة وعرت سوءات الفساد والمفسدين. أرحب بالجمهور الكريم، شكرا على حضوركم. أنا سعيد بأول مناظرة أشارك فيها في مدينة صفاقس في مسقط رأسي. شكرا لجمعية مناظرات تونس على هذا الجهد المبذول، وأشكر كذلك القنوات التلفزيونية التي تغطي هذا الحدث. أذكر بالموضوع، وقد تعتقد البعض منكم ويعتقد مناظري وخصمي في هذه المناظرة أن الاتحاد قد نجح في إنقاذ البلاد. أما أنا فأعتقد أن الاتحاد قد نجح في شيئين فقط لا ثالث لهما. الاتحاد ساهم ونجح بامتياز في إنهاك اقتصاد البلاد، والاتحاد ساهم بإخلاص في أدلجة وتسييس العمل النقابي مما سمم الأجواء متاع المسار الانتقال الديمقراطي، وخاصة عند وقوع كارثتي الاغتيال في سنة 2013. هذه عقدة الإنقاذ، هذا التكتيك سياسي قديم اعتمد في الدول التي عاشت الانتقال الديمقراطي. هم يهدون الأمر فوق رؤوس الملأ ويجعلونه أنقاذا، ثم يأتون لنا بمفهوم الإنقاذ فيظهرون في صورة المنقذ، والحقيقة ما هم إلا كابوس يريد أن ينقذ لا أن ينقذ. وما بين الأنقاذ ومحاولة الانقضاض وادعاء الإنقاذ كادت تضيع تونس ما بعد الثورة، ويضيع حرية شعبها التي سطرت بدماء شهدائها، وتضيع ديمقراطية التي رسخت في 23 أكتوبر 2011، وتكونت جبهة إنقاذ ومؤتمر إنقاذ وكل ينادي بالإنقاذ. كلكم تتذكرون اعتصام الرحيل حين قسم الشعب بين أناس دمهم أسود وأناس دمهم أحمر، وحين قسم الشعب بين أناس يعيشون في 1435 هجري وبين أناس يعيشون في 2013 ميلادي. الاتحاد كان وقتها حاضرا بقوة، وكان يدعم مساعي الانقضاض لا الإنقاذ. ولما خاب المسعى وشوهد خراب تجربة مصر واتعظ المتعظون، أرغموا على فكرة الرباعي والدعوة لحوار وطني. نعم، ساهموا في حوار وطني، ساهموا في نجاح الحوار الوطني. هم لهم خمس الشكر، فشكرا لكم سيدي، لكنه خمس الشكر. وقد تسألون لماذا الخمس ولماذا ليس الربع، وسآتي بعد وأشرح لماذا هو الخمس الشكر وليس ربع الشكر، لأنه هو رباعي الذي أشرف على الحوار. لقد تم أدلجة العمل السياسي والنقابي في تونس، نعم،
وهذه فكرتي الأولى التي سأتطرق لها في المداخلة الأولى، ثم أعرج على الفكرة الثانية، وهو أن الاتحاد قد هدم وأنهك الاقتصاد. سياسيا كانت يد تسمم الأجواء، ويد تعمل روحها تنظم في حوار للطرشان. من هم الطرشان؟ الطرشان هو ترويكا خرجت منتصرة وسكرانة ومنتشية بالنصر، فكانت طرشاء صماء عمياء. وأحزاب خسرة خرجت من الانتخابات مجروحة، تغلي مصدومة وتفرقعت. مؤتمر تبرقة يأتي في ديسمبر 2011 بعد الانتخابات بأقل من شهر. كان مؤتمر انتخابيا، لا تقارير أدبية ولا تقارير مالية، بركاكا خلي دار لقمان على حالها، الحق النهضة شدت الحكم، يا ويلتاه يا ويلتاه، يجب أن ننقذ البلاد. جرح الانتخابات دخلوا للهيئة الإدارية والهيئة التنفيذية، حتى رأينا بعض رؤساء القوائم بتاعت حزب العمال الشيوعي يدخلون في الهيئة التنفيذية والهيئة الإدارية الاتحاد. وتحول الاتحاد من نقابة عمالية لحزب سياسي، لا محاسبة ولا إصلاح لما أفسده دهر بن علي، وركزوا كل تركيزهم على السياسة وعلى الأدلجة. 2012 وعندما اقترب موعد الذكرى الأولى للانتخابات 23 أكتوبر، وكان واضحا أن الدستور لن يكتمل في سنة، نزل الاتحاد عند رغبة سلباجي قائد السبسي والتجمعين الذين اخترقوه واليسار الجريح الذي اخترقه كذلك، نزلوا عند رغبتهم في القضاء على الشرعية. وبعد ضربة السفارة الأمريكية في سبتمبر، نظم الاتحاد في 16 أكتوبر 2012 حوارا وطنيا للضغط على التأسيسي والترويكا للتخلي ووعد الشرعية الانتخابية وتحويلها إلى شرعية توافقية على منوال هيئة بن عاشور، خدمة لسلباجي الذي عض أنامله على تنظيم انتخابات 23 أكتوبر، وخدمة لجرحى وضحايا انتخابات 23 أكتوبر. وفشل هذا الحوار فشلا ذريعا يوم 16 أكتوبر 2012، وقد شاركت فيه، وكنا مجتمعين من 9 صباحا إلى 6 مساء. يوم 4 ديسمبر في ساحة محمد علي قرر جزء كبير من الاتحاد أنه سيحسمون في أمر كل من تسول نفسه بأن يرفع صوت إصلاحي داخل المنظمة. وتحول الاتحاد من اتحاد العام التونسي للشغل إلى اتحاد البيسبول، وكانت الهيروات محضرة عند النجارة، معناها مسطرة حاضرة، ومحترفين وبلطجيين محترفين يعتدون على النقابيين في ساحة محمد علي، والتقرير لم يخرج ولم نعرف ماذا جرى في الحقيقة. 2013 تنزل الصاعقة الأولى في 6 فيفري. شكري بالعيد الذي كان دوما يعمل اجتماعاته الحزبية في دور الاتحاد، في مقرات الاتحاد في سيدي بوزيد وفي سليانة، شكري بالعيد يغتال صبيحة يوم 6 فيفري. في نفس اليوم حمل همامي يدعو إلى إضراب عام في تونس، صار حزب سياسيا يدعو إلى إضراب عام، والاتحاد العام التونسي للشغل ينزل عند رغبة السيد حمل همامي ويعلن الإضراب يوم 8 فيفري في سابقة خطيرة وبدون أي إعلام ولا إجراءات قانونية. يوم 15 أبريل 2013 ينطلق حوار قرطاج تحت إشراف الرئيس المرزوقي، حوار هادئ طبخ على نار هادئة لمدة 3 أشهر. ويوم 3 جويلية يدعم الاتحاد انقلاب السيسي في بيان، ويتدخل في السياسة الدولية من بابها الكبير بسبب حقد إيديولوجي على أحد طرفي الصراع، وهذه عمرها ما صارت. وتنزل الصاعقة الثانية في 24 جويلية 2013، ونلقاكم في الصفوف الأمامية لاعتصام الرحيل، وكنتوا في البداية طالبوا بحل التأسيسي جهار نهار، وبعد ما لقيتوها كبيرة بسبب أحداث ميدان رابعة والدموية والدامية تراجعتم وتبادلتم الأدمار وعملتوا واحد عاقل وواحد سفيه. ومع اتحاد الأعراف هذه المرة الذي غاب في الحوار الأول. شكرا أنا الوقت مع الأسف، يعني إن شاء الله نتمم الفكرة هذه ونبني على الفكرة الثانية بعد. شكرا لكل الحضور، وشكرا لكلا المتناظرين السيد الهادي جمعة والسيد اسكندر رقيق على هذه الجولة الأولى من المناظرة. الآن أسمح هذا المصدح للسيد الكاتب العام الجهوي بصفاقس لحق الرد لفترة تدوم 3 دقائق فقط، فليتفضل مشكورا. تحية لكم مرة أخرى. على كل بصراحة لم أكن مهيئا، وهوني عتاب صغير
لأعضاء الجمعية والساهرين على الجمعية هذه أن ما هكذا تعد المناظرات، وما يسالش خذوها من رجل شايب كي بوكم ولا جدكم، قد بوكم ولا جدكم، وأنهكته السنون اللي قضاها في الاتحاد. ما هكذا بهذا البهرج، وهذا مش نعديه حتى 3 دقائق في هذا البهرج والتصفيق الحاد لمن أظهر جليا عداء دفينا وكرها دفينا للاتحاد العام التونسي للشغل. وعندما نقول الاتحاد العام التونسي للشغل معناها لتونس، لأن الاتحاد العام التونسي للشغل هو من رحم تونس، وهو المنظمة التي أسست لتساهم مساهمة فعالة ولتكون في قلب المعركة من أجل تحرير تونس، وهي التي واصلت النضال من أجل التنمية في البلاد، وهي التي آوت كل السياسيين المضطهدين وحمتهم وتفاعلت معهم في كل ردهات السياسية التي مرت بها البلاد. إذن هل يمكن لإنسان يعيش في تونس في الشقص بالذات أن يتنكر لدور المنظمة العتيدة هذه يوم 12/2000 يوم 12 جانفي 2011، وتلك المسيرة المشهودة التي جمعت أهالي صفاقس لأول مرة، وأهالي صفاقس بمختلف أطيافهم بكل أطيافهم، وشهد الجميع دوليا ووطنيا أن لهذه الهبة أنها كانت الفاعلة في رحيل الطاغية والقضاء على النظام البائد. أين كان الآخرون يومها؟ أين كان من يتحامل؟ أين كان من يتحامل على الاتحاد العام التونسي للشغل الآن وينعته بأنه فئويا؟ لا سامحني وإلا مش تضطرني أن أنسحب، لأن من يكيل لمنظمة عتيدة وطنية الاتحاد العام التونسي بالشغل هنا ليس له مكان في البلاد، ومش من الديمقراطية أن نتحمل ما يقال عن البلاد وعن المناضلين في البلاد وعلى الاتحاد العام التونسي للشغل، وأن يقال فيه ويتطاول فيه مع نبي عليه في الشأن هذا. شكرا سيد الهادي. شكرا وهذه الغاية من الحوار وهذه الغاية من المناظرة، فشكرا للجميع وشكرا للسيد عبد الهادي. نحن بكل حياد وبكل موضوعية ندير هذا الحوار، لنا وقت في المناظرة يحكمنا فقط لا أكثر. الآن أدعو الطرف الثاني المعارض 3 دقائق فقط رجاء، فليتفضل. هذه غنية الاتحاد هو تونس وتونس هو الاتحاد، هذه يجب أن تنتهي. هذا الذين يدعون أنهم لا يا سيدي رجاء من فضلك، يعني إذا كان أنا هذا ادعاء باطل. لا رجاء تفضل. رجاء من رجاء من السيد اسكندر رقيق، رجاء من السيد اسكندر، رجاء. أشكر كل الحضور. رجاء من السيد اسكندر رقيق، رجاء من كل الحضور، رجاء بكل ود وبكل احترام. نحن في هذه المناظرة نريد أن نشيع
لثقافة حوار، لثقافة اختلاف، لثقافة سماع الآخر. نختلف، قد تختلف عقولنا وأفكارنا لكن لا تختلف قلوبنا. فرجاء أخواني التمسوا كل من التعقل من كلا الطرفين، المعارض والموالي، ومن كلا الجمهور. فلنواصل ولنتم هذه المناظرة ثم سنفتح المجال للجمهور رجاء. انا اضطر باش ندخل لأنا رجاء من كلا الطرفين الالتزام بالهدوء. الأخوة مؤسسي رجاء من كلا الطرفين قاعدين يصفقوا للإسكندر لأنه أهان الاتحاد. رجاء من كلا الطرفين. سيد الهادي رجاء سيد الهادي، الجمعية هذه مع الأسف احنا جيناها رجاء من السيد الهادي سيد عبد الهادي. أنا بصدق يا جماعة، هذا حقيقة لا يشرفنا أبدا. فلنلتزم الهدوء ولنواصل هذه المناظرة بأجواء عقلانية وبأجواء هادئة، كل يدلي بحجته، ونحن لسنا لنا أي تصرف أو حكم على الجمهور. أدعو الجمهور الهدوء من جديد. الجمهور كما صفق للسيد الموالي صفق كذلك للسيد المعارض. رجاء من الجمهور الهدوء، سنفتح المجال للجمهور، ورجاء عدم التصفيق تماما. رجاء. فلنواصل الآن 3 دقائق مع المعارض القضية السيد اسكندر رقيق. لا أريد أن أخذ أكثر. لا، فقط 3 دقائق فقط. ثلاث لا سيد اسكندر، لا أبدا 3 دقائق شكرا. لا أبدا. أول شيء العدل والإنصاف يتطلب، لحظة قبل ما تحط الكرونومتر، العدل والإنصاف يتطلب أنه إذا كان فما حد يزيد عن الوقت المسموح له، الطرف الثاني يعدل له الوقت كذلك في نفس الشيء. هذا هو العدل. لكن لا طيب إذا يعني اليوم خصمي يقول أنه الاتحاد ساهم في الثورة. 1 ماي 2010 عبد السلام الجراد قال في بن علي تمجيدا ما لم يقله أبو نواس في الخمر. يوم 17 ديسمبر 2010 جراد يصرح الثوار هم عصابات إجرامية، ولم يمضي الاتحاد ولو على عريضة واحدة في إضراب من 17 ديسمبر. تبرعت قيادة الاتحاد المركزية من الإضرابات الجهوية ومن إضراب صفاقس. نجيو لإضراب صفاقس، أنا كنت موجود في صفاقس نهار 6 جانفي. سي محمد شعبان كان يرعش في الإدارة الاتحاد، اخرجوا علي أنا ما تعملوش من هنا. يوم 13 جانفي سي عبد السلام جراد يطلع على قصر كرتاج يطلب يعتذر من بن علي على ما حدث في صفاقس، ويطلب منه يعمل إضراب بساعتين حضوريين يوم 14 جانفي ضرر للرمادي في العيون. هذا نهار 14 جانفي، أنا 13 جانفي، ويصير نهار 14 جانفي الإضراب بساعتين حضوريين في أماكن العمل من 9 ل 11. ولولا المظاهرة اللي صارت أمام الداخلية لما هرب بن علي خوفا وارتباكا. وبعد نجاح الثورة شو يصير الاتحاد اليوم؟ يصير ملاذ للتجمعيين. المنستير، سيدي بوزيد، المهدية، منوبة، بيجا، بيزن، وكل الكتاب العامين للاتحاد كانوا في التجمع، بل بالعكس كاتب عام تجمع سيدي بوزيد مهد الثورة خدم في برلمان بن علي 3 مرات، ولد بن علي مدلل. كيف ولاية منوبة باش تعرفوا اليوم شكون من قيادات الاتحاد. هذا الفاكت. اليوم يا سيدي أنا حبيت نواصل فكرتي. اليوم الاتحاد أنهك البلاد أنهك الاقتصاد البلاد في 23 عام تاع بن علي ما صار ولا إضراب عام. 15,000 ساعة إضراب فقط، الصفور إضراب عام. حكومة الغنوش الأولى والثانية يا جماعة باش تعرفوا، حكومة الغنوش الأولى والثانية ما صار فيها حتى إضراب ولا ساعة واحدة إضراب، باش لأنه هما كانوا مطمعين باش يدخلوا يعرجوا منظومة الحكم. حكومة السبتي 500 ساعة إضراب فقط. من 23 أكتوبر لليوم 42,000 ساعة إضراب، منهم 10,000 فقط مبلغين ببرقيات، و32,000 ساعة إضراب وحشية كما يقولوا، وجوز إضرابات عامة. لقد أنهكوا ميزانيتهم قبل ما ينهكوا ميزانية البلاد. بناوا مبنى 27 مليار، وفي قول آخر 24 مليار، وفي قول آخر 21.6 مليار. 9 ملايين متر مربع. وين تبنيه هذا في تونس؟ السقف رخام والقاع رخام. فوتوا في أملاكهم وعقاراتهم
نص الامريكان مشوا حاسبوا نص الامريكان فيه مشاو شكون تباع، نص الامريكان خراب عنده 10 سنين على البحر في اعز موقع في البحر الابيض المتوسط. في صفاقس مؤسسه المعونه 60 عام تخدم في جهه عمرها ما عملت صد وعمرها ما سكرت، لم تغلق ابوابها يوم واحد. قال فيرما ويوي كوكاكولا مستشفى الهادي شاكر لحد بورقيبه الولايه. هذه ما كيف انهك الاتحاد الاقتصاد، نجح في انهاك الاقتصاد. شكرا للجميع وشكرا للطرفين المتناظرين. الآن الجولة الثالثة من هذه المناظرة سنفتح فيها المجال للجمهور، مش نتلقى منكم 6 أسئلة فقط، وكل سائل يدلي بسؤاله، هل أنه السؤال يوجه للطرف المعارض أم الطرف الموالي، وكل متناظر له الحق في أن يرد على هذا السؤال في دقيقة واحدة فقط. سأخذ منكم 6 أسئلة رجاء بمصدح للجمهور. سؤال هنا، سؤال السيد الكريم. سؤال لإسكندر رقيق، سؤال لمنتوج أمريكي بامتياز ميد إن USA صنع في مخابر الولايات المتحدة الأمريكية. رجاء من السيد اسكندر رقيق، رجاء من السيد اسكندر رقيق، رجاء الهدوء، ريض شوية. سيد اسكندر رجاء الهجوء وسماع طرف. ريض نعرفك. تفضل يا أستاذ، تفضل. سيدي أنت من الموالاة، لست من المعارضة. أنت من موالاة حكم الترويكا الاستبدادي. سؤالك في 30 ثانية. سؤالك في 30 ثانية. سيدي أنت كنت ضد الحوار الوطني، كنت مع دستور 1 جوان الاستبدادي، لم تكن مع هذا الدستور. أنت سيدي لم تشارك في هذه الثورة، أنت معارض للاتحاد العام للشغل ولدوره في هذا الحوار الوطني الذي أنتج دستورا. سؤالك باختصار. رجاء سيدي أنت خبير اقتصادي، لكن خبير في الاقتصاد الليبرالي المتوحش، لماذا لم تطالب بوصفك هذا أن يقع تأميم الثروات الوطنية لهذه البلاد؟ أنت الذي صنعت هناك. شكرا. دقيقة. لا، بالسؤال. إيه؟ هذا سؤال موجه للسيد اسكندر رقيق، يجاوب عليه في غضون دقيقة واحدة فقط. باهي لك الحرية مسير. هذه حدوثة أنا أمريكي وأنا قطري والتيكا والرأمي الاتهامات وليبرالي متوحش. أنا شبيني ما قلتش، ما نعرفش أنت شنو أنت، ربما أنت وطد، ربما أنت شيوعي أحمر. يعني شوف اللغة هذه راهو يلزمنا نترفع عليها في الحوار، ربما أنت تابع للدب الروسي. أوكي، فبالتالي اليوم خلينا من لينين، تمثال لينين في كييف حطوا عليه ميحاض تو. اوكي، وبالتالي ما نقعدوش نزيدوا على بعضنا. اوكي داكوردو. دونك اليوم انا شاركت في الثوره. انا نهار 12 جانفي كنت في باب الديوان وشفت كيفاش جماعه الاتحاد ترعشوا من المظاهره. ويوم 14 جانفي كنت في قدام وزاره الداخليه وكان عبد الرؤوف العيادي فوق كتافي، كنا نقولوا ديجاج، وفما تصاوروا فيديوهات توثق هذا الشيء. سؤالك على تأميم الثروات الطبيعيه، أنت تحب تأمم الثروات الطبيعية كما أممها تشافيز في فنزويلا، واليوم فنزويلا في الخمار العنيم. فنزويلا اليوم 25% انفلاسيون، أنت تحب تأمم على شكل فنزويلا. هذه فكرتي، ناقشني في فكرتي. شكرا. أنا اليوم أنت تحب مسار الفنزويلي اللي فارينة مقطوعة، البابي تواليت في فنزويلا مقطوع اليوم بسبب التعميم نتاعكم بتاع الناس. التعميم عنده اصوله والتعميم عنده اصوله، وتعرف كيفاش تتفاوض تعرف كيفاش تتفاوض في العقود نتاع الشراكه ما عندكش قدره للاستثمار في مجال النفط.
شكرا. الهدوء سيد اسكندر، الهدوء. أدعو الشخص المتناظر إلى الهدوء رجاء، وكذلك الجمهور رجاء. الآن نأخذ سؤال آخر، ثم لا يكون من بعد السؤال يكون عندك تعقيب. رجاء عنا. وقعت الإشارة لي أنا مباشرة. اضرب الفرجان فأنا معني به. نسلم المصلح دقيقة للسيد عبد الهادي رجاء. سامحوني بربي يهديكم. أنا ما اخترتش أني نكون في الوضع هذا، لكن نأكد لكم ونأكد للناس اللي ربما قاعدة معناها تأيد في إن شاء الله أشياء تو تكتشفها بعد سلس الشباب طول الوقت تكتشف الحقيقة أن ما يقال يدخل في تحت طائلة بصراحة معناها الشعبوية والكلام الذي لا يمكن أن يقال من أناس مفروض أنها تمثل توانسة وتكون أعقل من هذا، لأنه اللي يحكي على الأخ محمد شعبان المناضل الكبير في الاتحاد العام التونسي للشغل الاتحاد الجوي للشغل صفاقس، أنه يوم 12 جانفي شافه وهو يرعش مش يضطرني باش نقول كلمة، ولا غالب أنا ما تعودش راني أن نجرح في العباد ولا نقول في العباد كلام ما تحبش تسمعوا. إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لأنه يوم 12 جانفي قررناه في 12 جانفي، قررنا الإضراب العام وقررنا المسيرة. المكتب التنفيذي الاتحاد الجوي للشغل وكرتوش بن علي على روسنا، ولم نستشر في أي كان إلا قواعدنا الجهوية، وقررناه ونفذناه. واسكندر رقيق لم يكن موجودا البتة في هذه الساحة المناظرة آنذاك، ولذا 12 جانفي شهد به الأعداء وشهد به الأصدقاء، ولا يمكن أن يقول أنه شافنا في باب الديوان وإحنا نرعشه. إحنا ما تعودناش نرعشه في الاتحاد، وسامحوني. هو كان بالإمكان أن يكون الحوار هذا الآن نمر إلى السؤال الثاني. بكل هدوء، وأنا من أعين الطرف المتحدث رجاء. نأخذ السيد الكريم هذا على اليمين. رجاء الجلوس الجميع، الجلوس. تفضل بالحوار. 30 ثانية سؤال فقط. سؤالي موجه لسي اسكندر رقيق. نحب نعرفوا سي اسكندر رقيق منين جبت الثروة نتاعك، منين كونتها، وكيفاش كونت الحزب، والفلوس نتاعك منين تجيب فيها نتاع الحزب هذا، خاطر الاتحاد هذا الناس الكل تعرف منين تجيب الفلوس. بارك الله فيك. شكرا. دقيقة واحدة فقط للسيد اسكندر حتى يرد على هذا السؤال. أول شيء الأسئلة هذه ليست في موضوع سيدي المحكم، هذه الأسئلة ليست في موضوع اليوم المناظرة. وأنا جبت ثروتي من مقسمات قرطاج اللي باعها عبد السلام جرات وبعت وكيل أميلكار. أنا بعت وكيل أميلكار نتاع الاتحاد وقبضت الفلوس في فرنسا. أنا بعت وكيل الاتحاد نتاع أميلكار في قمرت وقبضت الفلوس في فرنسا، عملت كوميسيون عليه وما عنديش حزب. أنا باي ذا واي ما عنديش حزب. أنا بعت وكيلكم صح ليا وقبضت الفلوس يا ناس. أنا بعت وكيل أميلكار وقبضت الفلوس وعملت منه ثروة، عملت كوميسيون في عهد بن علي. شكرا. ورجاء الهدوء من جديد. الهدوء الآن. نظام الحوار هذا ونظام المناظرة اختل كالآتي رجاء. الأصل أنه يكون رجاء الهدوء. الأصل أنه يكون الحوار طرف بطرف. الآن ستكون مش نعطي المصدح دقيقة واحدة للسيد عبد الهادي للرد على هذا السؤال أيضا.
معلومة أخرى لسوق الأخوة الحاضرين، معلومة أخرى لسوق الأخوة الحاضرين، راهو أملكار ما باعوش الاتحاد، أملكار على ملك الاتحاد راهو، وتو قاعد يتبدا من جديد ولم يباع للاتحاد. وأنا تحبني يا أخ اسكندر نتحداك إذا كان تجيب ما يفيد، وأنا مستعد لمناظرة أخرى معك تجيب فيها ما يفيد أنه أملكار الاتحاد باعوا، ويهديك يصلح حالك. راني أنا مانيش سياسي، راني ما عندي حتى لون سياسي، ما تتحمسش أكثر من اللزوم معايا أنا. والاتحاد راهو مش حزب سياسي، راهو منظمة وطنية، راهو منظمة وطنية ما هوش حزب سياسي. ما تتحمسش أكثر من اللزوم لأنك ماكش مع طرف غدوة ماشي نازعك في الانتخابات، ولا غدوة ماشي يترشح معك في الانتخابات. وشكرا. شكرا. نمر إلى السؤال الثالث. السؤال الثالث للسيدة الكريمة هذه. سؤال فقط في 30 ثانية رجاء. نسأل السيد عبد السلام اللي يقول نهار 12 جانفي كان الاتحاد يدعم في الثورة. احنا يعني كنا موجودين، الشباب إذا يقول السي اسكندر مش موجود، واحنا الشباب كنا موجودين وكانوا يطردوا فينا الاتحاد وكانوا ما يحبوش تصير ثورة يعني. شكرا. حق الرد للسيد عبد الهادي. أختي أولا نحيي فيك أنك من شباب الثورة، أنك وأنك يوم 12 جانفي وأنك يوم 12 جانفي كنت من ضمن المتظاهرين، وهذه شهادة باهية أن كانت هناك مسيرة ضخمة وكبيرة. لكن بنيتي نقول لك احنا يوم 12 جانفي بالعكس كانت كل القلوب متوحدة وكل الناس موجودة مع بعضها وكلنا يد واحدة. وأول نجم نقول لك أول جهة استطاعت أنها توحد معناها الجماهير كلها في صفاقس على مختلف انتماءاتها وعلى مختلف أفكارها هي كان الاتحاد الجوي للشغل آنذاك، الاتحاد الجوي للشغل صفاقس. فلم نشهد يومها كنا في مواجهة دبابات الأمن وجحافل البوليس وغيرها، ما كناش مواجهين بعضنا البعض يا بنت. وشكرا. شكرا. كل شخص نعطيه كلمة بطبيعة ما. شكرا. في 30 ثانية تفضل. على كل حال اللي نحب نقوله هو انه فما حديث ما هوش دقيق ينجم يظلم الاتحاد العام التونسي للشغل، وفما حديث ينجم يفرق وينجم يشتت وينجم يخلق عداء وينجم يخلق حقد في المرحلة التاريخية هذه. نجم الإنسان يختلف مع الاتحاد العام التونسي للشغل، خاطر الاتحاد العام التونسي للشغل منظمة عندها تاريخها، والرمز اللي أسس الاتحاد العام التونسي للشغل هو حشاد، وحشاد اليوم هو مشترك. حشاد هو مشترك بين كل القوى السياسية اليوم، من أقصى اليمين الأقصى اليسار، حتى واحد لا يتجرأ ويقول كلمة على حشاد. فالمنظمة العتيدة هذه اللي بناها حشاد ضروري جدا نحترمها. لا مش نسأل سؤال، شكرا. الوقت انتهى. شكرا رجاء، الوقت انتهى. لا بالوقت. شكرا رجاء. مش نسأل ما نجمش نعطيه ساعة حتى يسأل. أنا ما نجمش نعطيه ساعة رجاء. 30 ثانية لكل سائل. الاتحاد العام التونسي للشغل، الاتحاد العام التونسي للشغل كان أصدع بمبادرة وطنية جمع فيها كل القوى الوطنية، ألا وهي المجلس الوطني لحماية الثورة. حين نلتقي حين نلتقي في مناظرة سؤالك باقتضاب رجاء. سؤالك باقتضاب. سؤالي باقتضاب. كيف اختفى المجلس الوطني لحماية الثورة؟ شكرا. مش تكون كلمة دقيقة هنا ودقيقة هنا، دقيقة للسيد اسكندر ودقيقة للسيد عبد الهادي لهذا السؤال. يتفضل السيد اسكندر. يا جماعة احنا خلينا نأكدوا على موضوع اليوم المناظرة. هو احنا نتناظروا ولا ما خرجتش بيه. انا اليوم انا عملت
أنا عملت دوز أرجيومون، قلت أن الاتحاد نجح بالفعل في حاجتين: أنهك البلاد اقتصاديا بالإضرابات نتاعو، والاتحاد سيس وأدلج العمل النقابي. هذا الأرجيومون تاعي. هو قال أنا نفند أنه، وهو يقول أنه الاتحاد نجح في إنقاذ البلاد في عامين الثورة، ونجح في إنقاذ البلاد في الحوار الوطني، يحب ياخذ الكريدت الكل لأنه هو، وإن كان هو رباعي قام بإنجاح الحوار وبمساندة من المجلس الوطني التأسيسي، وخاصة مصطفى بن جعفر الذي امتص الصدمة نتاع الاغتيال الثاني وعرف كيف يمتص الصدمة. وخرجنا اليوم، تكاتفت كل النخب السياسية والنخب المجتمع المدني في أنه نعمل حوار. اليوم باش يطلع لي واحد يقول الاتحاد هو تونس وتونس هي الاتحاد، ونرجع لغناية الشهيد فرحات حشاد، واحنا كي تقولوا فرحات حشاد نقف الا احتراما وتقديرا له، لكن ما نعملوهاش شنقومه نقعدوا اليوم شكرا كي تتحصلوا في كوان نقول لكم حاسبوا، نظفوا منظمتكم، اعملوا شفافيه ماليه، وين فلوسكم؟ وين 17 مليار؟ وانا مستعد نعمل مناظره اخرى على اوتيل اميلكار لاني عندي معطيات على اوتيل اميلكار. شكرا. نحيل المصدح للطرف الآخر السيد عبد الهادي. والله مرة أخرى أضطر وأقول أنه بالحق الأخ اسكندر، رجاء الهدوء من كل الجمهور، رجاء الجلوس. سيد الكريم رجاء الجلوس. اسمعونا شوي. سيد الكريم اسمعونا شوي، وسعوا بالكم. أنا وددت بالحق أنه يكون معنا محور النقاش بيناتنا وتفاعلكم معنا في إطار العنوان اللي اختارته الجمعية. لكن وقت اللي الأخ اسكندر خذ الكلمة وانهال على الاتحاد لوما، خلينا نبداو بشوية ما يسالش، لوما وعتابا وسبا وشتما، بصراحة هوني خرج على الموضوع، وأنا أدعوه سلس إلى التخلص من عبادته الحزبية، لأني مانيش حزبي، نعاود نأكد له ونأكد لكم الكل، ويناقش الموضوع بموضوعية. إذن كلام الأخ اللي قالوا أنه مباشرة بعد 14 جانفي. شكرا سيد عبد صح. لا ما جاوبتوش على السؤال نتاعو يا ودي يهديك. لا سؤال هام عنده. اسمع راهو الهدف مش الحضور هنا، الهدف إفادة العباد. السؤال هام لأنه يقول لك هو تكون مجلس الوطن لإنقاذ معناها الانتقال الديمقراطي لحماية الثورة والانتقال الديمقراطي. المجلس الوطني هذا وقع حله بقانون النظم بعد ما صار الكوت هذا خلوني كيفاش صارت العملية. رجاء نحن لسنا في محاضرات، نحن في مناظرة يا اخواني، لسنا في محاضرة، فالتزام بالشروط. امر الى السؤال الخامس قبل الاخير. تفضل السيد الكريم. هذا اعطيه بالله بالنسبه للاتحاد اللي هو جزء من كياني ويعرف السي الهادي اخر من خرج من دار الاتحاد 78 كنت انا ومحمد شعبان. السيد العباد اللي يتكلم على الاتحاد اللي خذا الرايه نتاع الدفاع على الوطن بالرماده الخمساوت لغيره، ويطالبوا من الاتحاد انه فلق البلاد ويسموا يعمل هدنه. هات نكلموا العيان نتاع البلاد اللي تخلص في الفلوس واللي يجيب الرخام امبورتي واللي عندهم لي بيسين واللي يعملوا في الكراب، هاكم هما اللي نخروا الاقتصاد نتاع البلاد، هاكم هما اللي يفلقوا الاقتصاد نتاع البلاد. اليوم وقت تبدا عباد ملايات نتاع صندوق نقد دولي واللي نتاع امريكان او نتاع غيرهم يجيوا يحبوا، هما هكاش حبوا بالضبط، حبوا الوقت انتهى. حبوا يضربونا الاتحاد باش يفرقوا بينا لن يمروا. شكرا. يجيب لا ما يمكنش. انا بطبيعه المناظره مش نحيل الكلمه دقيقه للسيد اسكندر ودقيقه للسيد الهادي قبل اخر سؤال للرد على هذا السيد، على هذا السؤال وهذا الاقتراح. هذا ليس سؤال، هذا كلام عمومي يحكي على الصندوق الجبده السحري بحري الصندوق.
شوف هذا ليس سؤال، هذا يحكي عن الناس عندهم بيسينات ويجيبوا فرخام وناس معناها يا خويا مش سؤال هذا اليوم، مش سؤال صندوق النقد الدولي هذا ليس سؤال في الموضوع. اليوم اعطيني حججك انه بالفعل تقول انه الاتحاد هو المنقذ الهلامي الاوحد الذي انقذ البلاد، هذا هو السؤال. انا قلت لا، ما هوش هو المنقذ الاوحد، راهو الاتحاد عنده حوايج باهيه وعنده حوايج مشومه. واليوم خلينا نعملوا التفكير الناقد. عندنا جماعه في الاتحاد واليوم من اليسار، من الشق اليسار اللي اخترق الاتحاد، هذا اليوم عنده مسكر، مش مستعد يتحاور، مش مستعد حتى يسمع الحجج نتاعك، تقلقوا الحجج نتاعك، وهذا اليوم اختر. اليوم فيها الانتقال الديمقراطي نسمعوا بعضنا. اما باش انت قطري، انت امريكي، انت عندك بيسين، انت لابس كرافات، انت تسوق في كهرباء مرسيدس، يا ولدي جيب الصحيح، جيب الصحيح. اعطينا اليوم الموضوع ماذا فعل الاتحاد؟ هل الاتحاد معناه اليوم حتى ناخذ مثال اليوم في صفاقس، الاتحاد في نقابات التعليم الثانوي والتعليم كانوا شكرا. بعد نجي الموضوع هذا تو نحلوا هذا الجرح. هذا جرح دقيقة السيد عبد الهادي. أنا ساعات في التدخل نلمس وأنه أستاذ اسكندر مش يرجع بينا للموضوع، ومن بعد ما فروا كان نقز لبعيد. يا ودي رحنا ما احناش في اجتماع سياسي، يا ودي تخلص شوية من راك مع مسؤول نقابي في البلاد. لا 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 مانيش متحزب، والناس اللي هنا شاي ما تحكيش عندك فيهم، اللي متحزب ما تخرجش تعملوهم تو الوان معده باش نفرزوهم نتعاملوا معاهم كشباب عنده فكر عن ديمقراطية. انا نقول لك حويجه، وفي خضم سؤال انت من بكري تتهرب منه، ودور الاتحاد في المرحله هذه بالذات وفي الحوار الوطني لم يقل اي نقابي لا في مستوى الامانه العامه لا في مستوى الاتحادات الجهويه ان الاتحاد كان وحده على الساحه لانقاذ البلاد. وانا من المره الاولى قلت لك راهو ان يكون الرابطه وعماده المحامين واتحاد الصناعه والتجاره، لا راهو ما عادش حوار، هذا اما تفيد الناس لا اما تفيد العباد ولا ما تحاورش. رجاء الاحترام بقواعد صراحه ما هيش قواعد يا ودي، اللقاءات هذه مش قواعد، ثم رسائل لابد ان تنقل للناس احترام العباد. ولذا نقول خليني بربي، لا يا ودي سأل سؤال الناس اللي تو ما جاوبناش عليه، استنى يصلح حالك. السي اسكندر من الساعه يسال في سؤال وردت فيه ما جاوبناش العباد عليه. الاتحاد اذا كان القاع صار نجاح في الفترة الأخيرة في إنقاذ البلاد راهو كان بمعية كل الناس، ثم مبادرات، هذا والله غير معقول، ونجاحه كان حدود الوقت توصل كل ساهمت فيه. رجاء سيد عبد الهادي، رجاء التزام الوقت. الآن أمر إلى بكل هدوء أمر إلى السؤال السادس والأخير. السؤال السادس بدون شعارات للسيد الكريم. هذا السيد الكريم، لا من خلفه السيد لا اللي من خلفه، اللي خلفه. السلام عليكم. أنا السؤال متاعي كيفاش نقولوا الاتحاد هو اللي أنقذ في حين أنه هو عطل من باب أنه ركز على الزيادات. احنا الثورة قامت على أساس أني فتح أبواب الشغل، وقت نجي نلقى جميع القطاعات منها قطاع الصحة منها قطاع التعليم العالي ركزوا على الزيادات اللي هذه وقفت الاستثمار اللي احنا الهدف نتاع الإيقاف. أنا نظرتي أنه الاتحاد ساهم في خلق مشكلة، المشكلة تكونت من بعد من شيرة أخرى أني حليتها باش ولا المنقذ بتاعنا هو من شيرة يعمل المشكلة من شيرة وأنا المنقذ. شكرا. السؤال الأخير أحيل هذا السؤال للطرفين. رجاء الهدوء والتزام الصمت من كل حضور. رجاء بدون شعارات. رجاء أحيل هذا السؤال مباشرة للسيد عبد الهادي بن جمعة ثم السيد اسكندر رقيق لاختتام، ثم دقيقتين لاختتام هذه المناظرة، فليتفضل.
لحظة بشوية دقيقة فقط أستاذ سيد. أنا نرجع ديما بكل لطف. أنا وددت أنه هي تجربة باهية ولو فيها معناها برشا معناها جدل، هي تبقى ديما تجربة باهية. ونهنيكم وخيرنا على الجمعية راهي ناجحة ما يسالش. لكن أقول رجاء الهدوء، رجاء من الجمهور. لحظة خليني نجاوب الأخ. أخواني خليني نجاوب الأخ يهديك يصلح حاله. رجاء الهدوء، خليني نجاوب الأخ. رجاء حتى نسمع السيد الكريم. لا خليني نجاوب. هكا ما نجموش نواصلوا. خليني نجاوب الأخ. شوف نقول وأنه اسمعني حتى وانت سألتني وما تسمعنيش. نقول أن الشعار المرفوع هذا هو تشغيل، وما قلته أنت أعرفوا اللي الاتحاد العام التونسي للشغل مش بالثورة برك، ينادي بحل معضلة التشغيل في البلاد، وعنده ملفات عديدة وعنده دراسات على المجال في المجال هذا. إلا أنه أخي لو كان تعرف دقائق الأمور وقام ما قام به الاتحاد من تشغيل عملية تشغيل بعد الثورة، واللي تمثل في أشكال التشغيل الهش اللي كان يعتمدها النظام السابق، واللي ضحاياها تعد بعشرات الآلاف. نعلمك أخي أن لولا نضالات العمال في الاتحاد كان ماشي وسط فيها الحكومات اللي جات قبل. شكرا، وصلت الفكرة. وأمكن لنا أن نشغل المساهمة في تشغيل آلاف. رجاء وصلت الفكرة. توانسة بمختلف أصنافهم وأنقاذهم، وبرنامجنا إن شاء الله مش يكون ناجع وفعال في تشغيل شبابنا وتشغيل خريجي جامعاتنا. أشكر السيد عبد الهادي. الآن أحيل المصدح للسيد اسكندر رقيق للرد في دقيقة واحدة فقط. والله أنا أستغرب، كان مفروض أنه اليوم يكون نوعا ما من حوار هادئ، وهذه الكليشيات بتاع الاتحاد هو الكل والكذا هذا راو ما يساعدش على حوار هادئ. رجاء ثم سيدي المحكم أنا يعني اليوم اللي يطبق عليه هو يطبق عليه أنا في الوقت. لا تحسبوا الهدوء من الحضور. رجاء تعملوا مزية يا اخواني، تعملوا مزية، خلينا نرتقيوا شوية يعني بدون شعارات. ضغط اللي لا سيدي أنا لا أمكن أتكلم هكذا. توقف الكرونومتر رجاء. التوقيت ركحنا ولا ما زلنا؟ شوف، قضية التشغيل كان مفروض كل الناس تتلف حول موضوع التشغيل وموضوع البطالة، إلا أنه الزيادات هذه اللي صارت أنهكت ميزانية الدولة وخلتنا ندينوا. هذا اللي يحكيوا على صندوق النقد الدولي. لحظة اللي يحكيوا على صندوق النقد الدولي، شكون نزل لصندوق النقد الدولي؟ تما الزيادات اللي العشوائية اللي مش مقابلها إنتاج وإنتاجية. في عوض الاتحاد يعمل التثمين النقابي ويعمل التوعية النقابية ويشجع العمال على الإنتاجية ويحسسهم بموضوع الإنتاجية، ومن بعد نحكيوا على الزيادة وبعد ما نشغلوا البطالة. لكن ما رانا إلا الاتحاد يدفع ويهدد وصيف الإضرابات المسلط على في النقابات التعليم الجامعي، في نقابات الأطباء، في نقابات الصحة، في نقابات التعليم الثانوي، الكل زادت لهم في الشاري، والبطالة قعد بطال ويقعد يحرق في روحه وقاعد ينتحر. والاتحاد اليوم هل تعرفون أنه ثم 150 أستاذ متفرغ للاتحاد، شهريته تمشي من الدولة وهو يتفرغ تفرغ تام للاتحاد ضد القانون بالتبوريد. هذه نظام البلطجية وعقلية البلطجية ما زالت عندنا، أنه الاتحاد هو الكل وحشات فوق رؤوسنا واحنا اللي نقولوا نعملوه. هذه راهي مقاش بعد الثورة. ثم يا سيد ثم ترفضون التعددية النقابية. رجاء الهدوء من كلا الطرفين. الآن انتهى باب السؤال والحوار بين الجمهور. أعود بكلمة ختامية لكلا المتناظرين. السيد عبد الهادي دقيقتين
يختم بها الحوار، ثم يختم السيد اسكندر رقيق بدقيقتين، وتشكرون على ذلك جميعا، ونختم هذه المناظرة. يتفضل السيد عبد الهادي، يتفضل هنا. رجاء سعد الهادي دقيقتين، رجاء الهدوء. شكرا للأخوة المتدخلين على إثراء الحوار هذا اللي بصراحة نعاود مرة أخرى أنه خرج به سي اسكندر على معنى محتواه، وخرج به على فكرته الأصلية، لأنه جاء محمل بشيء مكتوب في أن الاتحاد. أخوتي احنا ما نحضروش راهو، احنا ولا أفكارنا وليدة اللحظة، وتو تدخل تخدم وتجي تخرط في الاتحاد وتو تشوف أفكارنا وليدة اللحظة ونتفاعلوا بها. لا ما يصيرش، لا مانيش نعبيكم على انه على موقفكم، تو تجربوا كله، تو تجيوا للاتحاد، لانه هذاك غادي وانت تلقى روحك حر، وانت تلقى روحك تفكر بالباهي، وانت تلقى روحك بعيد على الضغوطات الحزبيه والضغوطات الفئويه. الهدوء رجاء الهدوء. اسكندر جاي يحسبني انا مسؤول في حزب معين، ولا انا موالي لحزب معين، وجاء معناها بالاساس هذا. نقول له اولا ان كل ما قلته في الاتحاد راجع نفسك، لانه عيب عليك انك تقول كلام وانت في السن هذه، وانت تعتبر مناضل سياسي في حزب معين، وتقول لا. وإذا ملا أخطر إذا كانك ماكش في حزب سياسي، وإذا كانك ماكش في حزب سياسي وتقول الكلام كما هذايا، معناها هذا أخطر من أنك تكون في حزب سياسي، لأنه أن يقولوا حزب سياسي فعنده موقف واضح، أما أنه إنسان مش تحزب ويجي يقول الاتحاد في 4 ديسمبر ما وقعش الهجوم عليه، رغم أنه الملف القضائي والملف الأمني واضح، ولما دعونا اللجنة للكون. شكرا. لا دعونا اللجنة للكون باش التقرير رفضت أن تخرجوا. نقطة أخرى أقول رجاء أنه الاتحاد بمعية الخلص في البلاد هذه، بمعية الناس اللي تحب البلاد هذه، استطاع أن ينقذ البلاد. نقول حاجة أخرى، رجاء الكل وما هوش وحده في البلاد، الاتحاد قوة خير في البلاد، ما نقولوش قوة في الاتحاد، قوة خير في البلاد، وسيوسع النهج هذا، وسيوسع التمشي هذا كحبة مرحبا وكره من كره. شكرا. الشكر للسيد عبد الهادي مع حواره الختامي هذا. الآن الكلمة للسيد اسكندر رقيق، دقيقتين فقط. بسم الله الرحمن الرحيم. رجاء هدوء رجاء من الجمهور، الهدوء والإنصات. أنا لست متحزبا ولا أنتمي لأي حزب، وإن كنت حاولت أن أدفع بالحجة أن الاتحاد العام التونسي قد تحول إلى حزب سياسي. حتى أمينه العام البارحة الأولى في الوطني واحد يحكي كزعيم حزب سياسي وليس كنقابي، وارجعوا شوفوا البودكاست. أقول في النهاية: أنقذوا اتحادكم، أصلحوا ورسخوا الديمقراطية في هياكلكم الداخلية. هذه نصيحة من مواطن بسيط. نقابة التعليم الثانوي في صفاقس فيها 6000 منخرط، زاد، هو قال خصمي قال زاد العدد المنخرطين بعد الثورة. آخر مرة صار فيها مؤتمر عملوا 47 نيابة، عادة عدد المنخرطين يزيد، نورمالمون النيابات تزيد، هما لا عملوا 39 نيابة، من 47 هبطوا 39. وقناة المتوسط أطردت من الاجتماع وخذوا الكاميرات متاعها. هذه هي الديمقراطية، رسخوا الديمقراطية في هياكلكم. ثانيا حاربوا الفساد ورسخوا الشفافية والحوكمة. متر مربع بتاع بقركم الرسمي الجديد ب9 ملايين. يا شعب يا اللي قال فيكم حشاد أحبك يا شعب، كيف تصرفوا ميزانيتكم؟ ميزانيتكم تتصب
قصان من نهار 8 جانفي تتصب بالمسبق، وعندي الدليل على ذلك، وان كان علي رمضان انكر ذلك، وعندي الدليل رساله مصح فيها حمادي جبالي تتصب ميزانيه الاتحاد بالمسبق نهار 8 جانفي من كل سنه. اقبلوا بالتعدديه الحزبيه، اقبلوا بالتعدديه النقابيه وليست الحزبيه، التعدديه النقابيه. اتمنى لكم التوفيق والانصلاح من كل قلبي سي عبد الهادي. يا منظمه حشات والحامي وتليلي وعاشور، كونوا الجيل الذي يحمي الامانه ويحمي الديمقراطيه ويبني اقتصادا عظيما لا يهد، ولا تكونوا هدامين. وشكرا. الآن وفي ختام هذه المناظرة ما يسعني إلا أن أقول كلمتين. كلمة أولى الشكر لتفاعل الجمهور، كلمة ثانية شكر إلى كلا المتناظرين، وأدعوهم أن يحيي بعضهم البعض هنا على المنصة. صرخت في عروقنا الدماء، نموت ويحيا الوطن. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. حماة الحمى يا حماة الحمى، هلموا لمجد الزمن، لقد صرخت في عروقنا الدماء، نموت ويحيا الوطن. شكرا. أشكر كل المتناظرين. كلمة ختامية فقط أود أن أقول بعد الهدوء والجلوس، ما زالت فعاليات هذا اليوم، ما زالت فعاليات بعد الهدوء والجلوس، بعد الجلوس. وأود أن أقول أن هدفنا من هذه المناظرة ليست المشاحنات ولا البغضاء، وإنما الحوار ويعني الحوار والتفاهم، وأن نتحاور وأن نفكر وأن نبني عقولا وأن نبني وطنا طيب الأعراق. فرجاء مثل هذه المناظرة ومثل هذه المواقف الجريئة نحيي وندعو لذلك. الآن أدعو كلا الطرفين للجلوس ونمر إلى فعالية أخرى، والآن مناظرة موسيقية. ويبني جيلا مثقفا ماذا تفعل؟ يا ولدي ايش تعمل هنا؟ يا ولدي شكون اعطاك ميكرو؟ يا ابراهيم يا سامح وجاوز علي هذا. شنو يا حويدة؟ يا ودي سيدني خلصوا. ايش فما الجمهور تبارك الله معبي والدنيا وش فما. يا ودي شكون عندك ميكرو انت؟ ديش يمك فيا تفسر لي ايش فما ايش عندكم هنا؟ ايش عندكم؟ يا ودي عنا تظاهرة. في تظاهرة شكلها ما يشد عليها ما تعيط. يا ولدي قلت لك تظاهرة مش مظاهرة، تظاهرة. تظاهرة. اي ايش تعملوا فيها التظاهرة دي؟ تظاهرة على المناظرة. مناظرة بالله لحظة فسر لي، أما هي مناظرة الكباس ولا مناظرة النوفيام ولا مناظرة ترشيح المعلمين؟ أنا شاركت فيهم ثلاثة وما جات في حتى واحد. شنو هي المناظرة؟ المناظرة هي فن، يعلمك كيفاش تحاول تقنع غيرك وهي تعطيك أساليب الحجاج تحترم رأي المخالف. قلت لي من الأول بالله اسمعني عندي مشكلة راهي من اللي أنا صغير
راهي دمرت لي مخي وطيحت لي ركابي، ومن ركابي طلعت لي كرشي، يا الكرومتي، يا الصدري، يا راسي، طلعت لي الكعابر في راسي، هذاك الكعابر كبروا معايا بالوقت ولا العقد ذاك خلوني متعقد عمري كامل. انا ما فهمتش المساله هذه. اي سيدي فسر لي ايش معناها كرسي بالمرأة. نأخذ الأخ الفاضل ليبين لنا ما هي مطالبهم. أرجوك باختصار لأن وقت برنامجنا شرف على الانتهاء. سيدي العزيز، مطالبنا عديدة وعديدة ومتعددة. نريد الحريات الشخصية كلها في جميع المجالات. وتوا وماذا تريدون أيضا؟ نريد زيادة في الشهريات ومعيشة ومنح، وأن لازم الأمر أن نجيب شعبا جديدا. نعم، وكما قال السيد الكريم كما كنا شعبا يصدر الثورة سنكون على آخر الزمان شعبا أو دولة تستورد الشعوب لأنها لا تجد المعيشة. كان معكم خميس ببطان من قلب الحدث. كلمة ختامية باسمي وبكل اسم أعضاء جمعية مناظرات تونس، نتوجه لكم بجزيل الشكر على تأثيثكم لهذا الحدث أولا. كذلك أوجه شكر وخالص الشكر لبلدية صفاقس على دعمها لمثل هذه المناظرات. ثالثا، هذه البداية، وكما نقولوا مازال هذه تجربة أولى لمناظرة حقيقية، لمناظرة فكرية لطرفين وطنيين وواقعيين. فإن شاء الله هذه البداية، وسيعقب ذلك عدة مناظرات وعدة ملتقيات مثل ذلك. فشدوا على أيديكم أن تشجعوا كل هذه المجهودات وأنكم تبادرون باهتمامكم وبحسن حضوركم. كذلك أريد أن أرد على كل من اتهم أو شكك في مصداقية هذه الجمعية. جمعية مناظرات تونس هي جمعية مستقلة. كل الأعضاء الذين أسسوا هذه الجمعية هم أعضاء شباب ومستقلين عن كل الأحزاب وكل التيارات السياسية. نعم لنا أفكار، نعم لنا آراء سياسية اجتماعية اقتصادية، لنا مساهمات في الحراك المجتمع التونسي، لكن بدون تحزب وبدون سياسة وبدون التعصب لفرقة معينة، أو أن نستغل هذا المسطح أو هذا المسرح لخدمة أحزاب سياسية. السيد اسكندر رقيق عرف نفسه أنه كرجل اقتصاد وكرجل أعمال فقط، وعضو في جمعية السلم والنماء. السيد الكريم السيد عبد الهادي وهو مناضل في الاتحاد العام التونسي للشغل بجهة صفاقس. نحييهم الاثنين تحية كبرى وأحييكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله.